ده يوم في حياة بنوتة متجوزة. صحيت من النوم بقى ودخلت عملت لي اكتر ساندوتش بحبه بجد. فطرت الحمد لله ويلا ندخل نعمل تنظيفه حلوه قوي للركن. منها هعمل لها اوتفيت جديد خطير. طبعا جبت مفرش الترابيزه والكوشن من بيج هومست. مست يا جماعه دي اكتر ناس بثق فيها ان اجيب من عندها كوشن ومفارش. الماتيريال هناك والسعر ولا غلط. اكيد انتوا شايفين الماتيريال على الطبيعه فانا مش محتاجه اتكلم خالص. حقيقي الكوشن غيرت لي شكل الركنه 180 درجه. كمان الماتيريال بتاع الكوشن دي خطير. ناحيه قطيفه وناحيه كتان بجد تحفه. خلصت بقى الركنه وبدات ان انا المع المرايه. اساسي لازم تتلمع كل يوم. اديت للسجاده كمان كنسه بالمكنسه علشان خلاص هشيلها واوديها دراي كلين. مسحت الترابيزه بتاعه الليفنج. جايبه لها مفرش شكل الكوشن بالظبط علشان اعمل ماتشنج مع بعض. مش قادره اوصف لكم قد ايه يا جماعه طلعت تحفه بجد. كده اكون خلصت الاوتفيت. قولوا لي رايكم في الكومنتات وياخد كام من 10. الليفنج راح في حته تانية خالص. ما انا عايزه اقول لكم ان هم عندهم كل الترندات وعندهم اشكال لرمضان خطيره. كده اكون وصلت لمرحله المعطر. انا بحب ارش على الكوشن والستاير والشجر علشان بيربط بالايام. دخلت بقى على المطبخ والحته اللي كانت تحت الحوض كانت متكركبه والحمد لله رتبتها. كل حاجه ظاهره قدام عيني. ادخل بقى على خطه الغدا. والخطه النهارده كانت مكرونه بشاميل جوسي خطيره. لازم تجربوها بطريقتي يا جماعه لانها طعمها تحفه. حطيت بقى الغدا والحمد لله اتغديت. استلمت اوردر البراند بتاعي. معرفش يا جماعه ان انا عندي براند. انا عندي براند اسمه ايلورس. بصور لكم كل حاجه على الطبيعه علشان تبقوا متاكدين 100% ان الماتيريال كويس. الهودي ده بقى هتلبسيه كانك لابسه بطانيه بالظبط. وانا صورت لكم شكله على الطبيعه. كده يكون يومي خلص واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.